السلام عليكم. كاين واحد الموضوع ديما حاضر فاش كنهضروا على البلاكيور، ياك؟ وعليكم السلام. بصح. سواء الواحد بغى يشري لراسو ولا للتجارة، ديما كيتلف مع دوك السميات، كاين اكس بي، كاين جي اتش، جي اكس، والواحد ما كيعرف شنو يختار. فعلا هاد القضيه ديال السميات كثرت بزاف ولات كتخلق شويه ديال زعما الضبابه عند الناس. اليوم بغينا نهضروا فيه نيشان، نفهموا شنو اللي بصح كيهم في هاد الانواع كاملة. هذيك هي الفكره. الاساس ماشي هو ديك السميه اللي مكتوبه، ولكن نعرفوا شنو طبيعه داك المنتوج، مناش مصاوب بالضبط، باش الرؤيه توضح شويه. مزيان، يلا نبداو بهاد الاسماء اللي كلشي كيسمعها، اكس بي، جي اتش، جي اكس. شنو حقيقتها؟ واش بصح كل سمية كتعني جودة معينة؟ شوف، اغلب الوقت هاد السميات يعني اكس بي جي اتش جي اكس وهادشي اللي كيدور في الحقيقه هي غير سميات ديال شركات وصافي. شركات ماشي نوع ديال بلاكيور؟ لا، هي شركات كتصنع تقريبا نفس الحاجة. واحد المعدن أساسي يقدر يكون نحاس، زنق، شي خليط، وكيكون مطلي بواحد القشرة رقيقة ديال الذهب. داكشي اللي كنسميوه المشلل. فهمتك. يعني بحال دوك الماركات اللي كنلقاو في الحانوت، مثلا الزيت كنلقاو لي سيور وكريستال، ولكن في الاخر راه زيت. بالضبط، تماما هكاك. الفكرة كلها هي معدن اللي ماشي غالي ومطلي بقشرة ذهبية، وكيزيدوا ليه واحد الفيغني، واحد المادة حافظة باش داك اللون يشد شوية. فهمتي؟ هي فهمت. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو ديما، شحال كيصبر؟ حيت هنا فين كاين الاختلاف، شي كيقول لك والو، شي كيقول لك يدي مده. وهذا هو السؤال المهم. الصبر ديالو كيعتمد بزاف كيفاش غادي تستعملو. كيفاش يعني؟ إلا كنتي غادي تلبسو كل نهار، يعني ديما معاك، وكتقيسو الماء، الريحة، الصابون، حتى العرق، راه واخا يكون سميتو اللي بغا يكون اكس بي ولا اللي كان، ديك القشرة الذهبية غادي تطير مع الوقت. شحال تقريبا؟ 6 شهور؟ عام؟ إلا تهليتي فيه بزاف، زعما كتحيدو قبل ما تغسل، ما ترشرش عليه الريحة نيشان، ممكن يضرب لك ديك 6 شهور. ولكن إلا كان استعمال عادي يومي راه أقل. والمشكل الأكبر ماشي هو غير اللون كيمشي، شنو المشكل الاخر؟ المشكل هو داك المعدن اللي لداخل، النحاس ولا شنو ما كان. فاش القشرة كتمشي كيبدا يتفاعل مع الجلد ديال بنادم، يقدر يدير حساسية، يقدر يطلق الخضورة. بصح كاينه هادي. ولكن واش كاين شي بديل اللي بصح كيصبر؟ شي حاجه ديال المعقول اللي تلبسها وتنساها؟ كاينة بطبيعة الحال. وهنا فين خاص الواحد يركز. كاين واحد النوع اللي هو البطل ديال هاد القصة كلها، الأسيي إنوكسيدابل. الاسيي انوكسيدابل ستينلس ستيل. هو هذاك أسيي إنوكسيدابل أو ستينلس ستيل. هذا هو الحل للناس اللي باغين شي حاجة للاستعمال اليومي المكثف، مقاوم للماء، مقاوم للعطور، للعرق، ما كيتصداش. ولكن الاسيي كنعرفوه غير في الفضي، ياك؟ واش كاين حتى في الذهبي؟ كاين في الفضي اللي هو اللون الطبيعي ديالو وما كيتبدلش نهائيا، وكاين حتى في اللون الذهبي أو الوردي غوز جولد. وكيفاش داير هاد الذهبي؟ واش حتى هو غير مشلل؟ لا، ماشي بحال مشلل العادي. الذهبي ديال الاسي كيكون مطلي بواحد الطريقه، تقنيه سميتها PVD. هاد التقنيه كتلصق اللون مزيان في المعدن الاصلي، وكتخليه يصبر بزاف الماء والاستعمال اليومي، ماشي بحال الطلاء ديال النحاس اللي دغيا كيمشي. يعني واخا ذهبي كيصبر؟ كيصبر حسن بزاف من المشلل العادي. اكيد مع الوقت والاحتكاك الشديد اللون ممكن يبهت واحد شويه، ولكن كيبقى محافظ على راسو مده طويله جدا مقارنه بالاخرين. يعني الفرق شاسع. واو، فرق كبير اذا بين الاسي ودوك السميات بحال اكس بي وجياش. فرق كبير بزاف. كيف ما قلنا، اكس بي وجي هاش ودوك الخوت كاملين هما غير علامات تجاريه، كلهم كينتميو لنفس النوع اللي حساس للعوامل الخارجيه. الاسيا انوكسيدابل سواء فضي او ذهبي PVD هو اللي مصمم باش يعيش معاك. اذا خلاصه القول، الى الواحد باغي بلاكيور للاستعمال اليومي بلا ما يبقى يتصدد مع السميات، يقلب نيشان على اسي انوكسيدابل. هذيك هي الهضره. ركز على الماده اسيا انوكسيدابل او ستانلي ستيل، هذه هي الضمانه. دوك اكس بي وجيهاش خليهم غير سميات في السوق وصافي. الواحد يعرف شنو باغي وصافي. تماما. إلا بغيتي شي حاجة للمناسبات ممكن تاخد المشلل وتهلا فيه مزيان تحافظ عليه، ولكن الاستعمال ديال كل نهار الأصلي هو اللي خدام. هادشي كامل كيخليني نفكر، شحال من مرة كنمشيو نورا السمية ولا الماركة وكنساو نشوفو شنو كاين، شنو المكون الحقيقي. بصح هذه نقطة مهمة للتأمل، ماشي غير في البلاكيور ولكن في بزاف ديال الحوايج في حياتنا.
الواحد خاصو يسول ويعرف شنو كيشري. فعلا، نقطة مهمة باش نختموا بها. شكرا بزاف على التوضيحات. على الراس والعين، مرحبا.